مساء الخير. هتكلم برضو عن شارع التسعين. ما زلت مصممة إني أعمل صحوة في شارع التسعين، إني ما أحبطش. مش هحبط أبدا، وقلت كده. وإن شاء الله يكون 50,000 فيديو، بس مش هنسى أبدا شارع التسعين، لأنه شارع التسعين ده هو مجرى حياتنا. شارع التسعين ده هو اللي بيودينا لأي منطقة. شارع التسعين لو أنت مش ساكن في التجمع لازم تعدي عليه عشان تروح أي مكان. هو زي بالظبط عباس العقاد بالنسبة لمدينة نصر، ده اختصارا للكلام. فلازم يكون، أنا لما رحت عباس العقاد والله العظيم شارع بقى مرصوف وفي ورد وفي، يعني إيه اللي في مدينة نصر المفروض اللي احنا سبناها عشان نكون في مكان أرقى. للأسف الشديد شارع التسعين ما زال عشوائي. اتعمل فيه المانيوال الحمد لله، معمول بشكل حلو، العمدان بدأت تتحسن، بدأنا نحس بأمان شوية إن المنظر مش هيضايقنا. لأن هو فوق، والأعمدة بيحاولوا إنهم يعملوها بشكل جمالي مش وحش. لكن اللي تعبني نفسيًا واللي محبطني الحوادث الكتيرة. ليه الحوادث بقى الكتيرة؟ أنت لمّا بتعدّي ما فيش إنسان طبيعي هيقدر يعدّي حتى لو كان شاب، مش هاقول بقى الناس العواجيز والكبار واللي عيني الصغيرين اللي عمالين يدهسوا دول، لأ، 7 متر أو أكتر من 10 متر عرّضوه جدًا. فطبعًا أنت الشارع ده عشان تعدّي فيه لازم العربيات تُقف لك، لازم هتجري، يا تجري يا العربيات تُقف لك، حل من الاتنين. أنا نفسي أي رئيس حي ينزل شارع 90 ويشوف الناس بتعمل إيه وهي بتعدّي، يشوف كم الحوادث ويسردها كده ويقول لك النهارده حصل كام حادثة في شارع ال90 من إن ما فيش أي كوبري مشاة وإن ما فيش أي إشارة مرور توقّف الناس والناس تعدّي. مهزلة، فعلًا مهزلة. مش ممكن شارع زي شارع ال90 حيوي، عربيات فيه كتيرة جدًا وناس كتير أوي عايزة تعدّي الناحية التانية ومش قادرة تعدّي الناحية التانية. أنا عندي servant بتيجي لي، والله باخاف عليها تعدّي، أنا باخدها بالعربية أعدّيها الناحية التانية لإن أنا يعني أنا هاخد ذنبها. فأنا ليه المأساة اللي إحنا فيها دي؟ باشوف حوادث قدّام عيني، باشوف ناس عواجيز كبيرة مش قادرة تمشي وممكن تُقع، وفي كتير جدًا بيُقعوا وبيعملوا له حوادث، حوادث كتيرة جدًا. أرجو الانتباه للموضوع ده، لإنه موضوع خطير جدًا، جدًا. أنا اتكلمت فيه النهارده ليه؟ عشان هو لسه عشوائي ولسه بنكمّل فيه بنرتّب في أوضاعه. يا ريت بقى يتعمل فيه إشارة مرور، كام إشارة مرور حلوة كده، ويا ريت يتعمل فيه كوبري مشاة في النُص. نبقى شاكرين يعني، لإن طبعًا الناس أرواحها دي غالية علينا. دي تاني حاجة، أول حاجة. تاني حاجة، آآ البلاعات اللي موجودة للأسف الشديد بتبقى مطبات شديدة أوي. أرجوكم اعملوها في سِوَى الشارع. مش ممكن أنتم دلوقتي بتجهّدوا بتصلّحوا وبتعملوا جاهدين إن أنتم ترضوا الناس شوية اللي عذّبتوهم سنين. فإحنا عايزين نشوف أمل إن إحنا نمشي في شارع مستوي، مش لازم كل بلاعة تنزل بالعربية، مش ممكن، عربياتنا انتهت. ده تاني حاجة. تالت حاجة، امشي كده أي شارع متفرع من شارع ال90 هتُفاجأ بكلاب ضالة ممكن تنهشك وتسحلك، وحاجة غير طبيعية. كلاب بقت بشعة في شارع ال90. ده غير عربيات الزبالة المقلوبة. إيه حكاية عربيات الزبالة المقلوبة؟ لإن ما فيش شركة زبالة محترمة قادرة تيجي ده هناك في أي حتة في العالم بييجوا عربيات تفرم الزبالة دي في نفس اللحظة. وفي علب مفروض يبقى بوكس زبالة مقفول محكم جدًا ده للباسكت اللي هو الحاجات البلاستيك، وباسكت تاني للمخلفات التانية، وباسكت تاني اللي مش عارفة الورق. في كل الأماكن اللي رُحتها في حياتي فيها الحكاية دي. يعني غير مصر بصراحة، أنا يعني لدرجة في بلاد متخلفة عننا عندها الكلام ده. مش ممكن. إزاي إحنا دلوقتي قُلنا إحنا دلوقتي بنرتقي وبنيجي التجمُّع وناس دافعة ملايين عشان تلاقي مكان نضيف ما فيهوش زبالة واقعة وحواليه كلاب ضالة، وده جنب بيوتها على ناصية شارعها. هي عشان تروح سوبر ماركت مشي مثلًا، عايزة تتمشى الصبح هي وأصحابها، طب ما هيقابلوها الكلاب دي. لا عارفين نتمشى ولا عارفين نعيش حياتنا من اللاموس للأسف الشديد القوارض والحاجات اللي هي البشعة اللي بتطلع لنا من الزبالة، ما كل دي أمراض متواجدة جوه الزبالة. ولمّا هتتقلب ما هي بتروح فين؟ بتروح في الشارع. الشارع ده فين؟ اللي إحنا بنعدّي منه. فخلاص إحنا كده نقلنا الميكروب لينا.
ونقلنا مليون فيروس، والفيروسات المنتشره اليومين دول، احنا في خطر دلوقتي. ارجوكوا انتبهوا لموضوع الزباله، ولازم شركه كبيره تيجي تمسكه. ارجوكوا شارع ال90 يحصل فيه اشاره، يحصل فيه كوبري مشاه. وانا قلبي مع الناس